السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة احنا هنوفر العلف بطريقة واحدة وطريقة بسيطة، ومش هنجيب حاجة بديلة للعلف، لأ، احنا هنستخدم حاجات بسيطة جدا ورخيصة جدا ولا تعتبر بدائل للعلف. لكن البديل بتاع العلف النهاردة مش أكلة، مش حاجة هنقدمها للطيور. البديل بتاع العلف النهاردة سلوك مهم جدا، ممكن نوفر بيه كميات كبيرة من العلف، لكن مش هنقطعه خالص، هنقدمه بكميات قليلة وعدد مرات قليلة. لكن لازم نعمل السلوك ده في نفس الوقت علشان خاطر ما تحصلش مشاكل. هشرح لك كل حاجة بالتفصيل، لكن قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. أول ما حضرتك تسمع مصطلح توفير العلف أو توفير ثمن العلف ده، دماغك على طول هتروح بشكل مباشر لأننا هنستخدم حاجة غير العلف وتدي نفس الأداء بتاع العلف وتكون أرخص، صح؟ أنا المرة دي مش هقولك كده. انا مش هقولك على حاجة تدي نفس الاداء بتاع العلف، ومش هقولك على حاجة ارخص من العلف. انا هقولك على حاجة ارخص بكتير من العلف لكن مش هتديك نفس الاداء. اللي هيعوض بقى فرق الاداء وفرق التأثير ده سلوك معين حضرتك لازم تعمله مع الطيور بتاعتك علشان صحتها تكون كويسة وما تتأثرش بقلة العلف اللي انت بتقدمه، وبرضه ما تتأثرش بالأكلات التانية اللي انت هتديها لهم بدل العلف. ليه العلف مهم يا جماعة؟ قبل أي حاجة، ليه العلف مهم؟ العلف مهم علشان خاطر في نسبة بروتين معينة احنا محتاجينها، وفي نسبة يعني كالسيوم نقدر نقول ان هي مش بتكفي قوي، بنحتاج كالسيوم من بره. في نسبة من كل العناصر ومن أغلب العناصر الغذائية والعناصر اللي بتدخل جسم الطائر وبتديله الصحة الكاملة، أو يعني شبه كاملة، طبعا مفيش صحة كاملة، وبتديله الطاقة علشان يكبر بسرعة أو ينتج بسرعة أو يبيض بيضة كبيرة أو حاجات كتيرة جدا موجودة في بعض المركبات العضوية كمان مضافة للعلف العضوي. تمام، اللي هو احنا بنشتريه العلف العضوي ده بيبقى فيه مركبات العضوية. المركبات العضوية بتخلي النمو أسرع والإنتاج أكبر بشكل سحري. تمام، لان طبعا بيبقى فيه تدخلات كيميائيه وحاجات كده، تفاصيل كتير جدا مفيش وقت ندخل فيها. انما القضيه كلها بتتلخص في ايه؟ القضيه كلها بتتلخص في اننا بنقدم العلف ده علشان بيدينا كل حاجه تقريبا في اكله واحده، لذلك هو غالي. لذلك هو غالي، ما هو مش غالي كده من فراغ، لا، هو غالي علشان فيه كل العناصر الغذائيه دي. لما احنا نقطع العلف او نقلل كميه العلف اللي بنديها للطيور، ساعتها هنديهم بدايل. ممكن تكون البدايل دي يعني على قدر قوة العلف وتأثير العلف، وممكن تكون البدايل دي مش على قدر قوة وتأثير العلف. احنا هنروح للاتجاه التاني، هنروح للبدايل اللي مش بقوة العلف ومش بتأثير العلف. واحد هيقول لي طب ما احنا كده هنضر الطيور، اقول لك لا، حاسب. هنا الزتونة بقى، حضرتك هتقلل كمية العلف وهتأكل الطائر بقى براحتك، هتديله كل الحاجات اللي احنا منعناك منها قبل كده. قلنا لك قبل كده ما تكترش شامي، ما تديش شامي، ما تديش دشيشة، علشان خاطر السمنة، علشان خاطر مخرج البيض ما يتسدش، علشان خاطر الانتاج ما يتقطعش، علشان خاطر حاجات كتيرة جدا فعلا بتبوظ في الطائر والانتاج ممكن يقطع، والطيور يعني مخرج البيض بتاعها يتسد تماما بسبب الدهون لو كترت شامي وكترت من الدشيشة. الكلام ده حقيقي فعلا. والعيش برضو لو كترت منه في الشتاء، كل الحاجات دي هتسد مخرج البيض الا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة. الحاجات دي مش هتسد مخرج البيض ومش هتتعب الطيور حتى لو قدمتها بكميات كبيرة. الحالة دي يا جماعة صلوا على النبي، بكل بساطة حضرتك هتربي الطيور بتاعتك في مكان واسع. أغلب الناس اللي بتشتكي من موضوع السمنة، من موضوع انغلاق مخرج البيض وانسداد مخرج البيض، دايما بيقولوا لنا كلمة العشة 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 العشة. واحنا بنعرف من كلمة العشة دي ان هم بيربوا
بيربوا في مكان ضيق، بيربوا في مكان صغير، بيربوا في مكان مفهوش حركة، بيربوا في مكان الشمس بتدخله ساعتين 3 في اليوم للتطهير، انما مش بتدخله بشكل منتظم ودوري او بشكل مستمر، لان احنا محتاجين ان الشمس تدخل للعشة او للمكان بشكل مستمر. تمام. هل ده بيحصل في الاماكن المغلقة زي العشش؟ لا، ما بيحصلش. لذلك بيحصل عندهم السمنة، ولذلك بتزيد الدهون في الفراخ بتاعتهم، ولذلك فراخهم بتقطع بيض. انما تجربتنا الشخصية، لما حضرتك تربي الطيور بتاعتك في مكان واسع، مكان شرح كده، مكان فيه حركة، الطيور هتحرق بسبب الحركة. الطيور هتقعد تحرق تحرق تحرق، يعني الوزن هيقل، يعني السمن والدهون مش هتكتر في جسمهم، يعني مش هيربوا دهون عند مخرج البيض، يعني مش هيقطعوا بيض. وبكده حضرتك عملت ايه؟ قللت كمية العلف، قدمت الاكل اللي انت عايزه عادي، الاكل الرخيص، بواقي العيش الكتير، ادي شيشة، الشامي. انا عارف انه ما بقاش في حاجة رخيصة دلوقتي، بس على الاقل هم ارخص من العلف، على الاقل هم ارخص من العلف. فحضرتك هتكون وفرت فعلا لما تقدم العلف بكميات قليلة، وفي المقابل تقدم ايه؟ مش عايز اقول بدايل، لكن هتقدم شامي وتشيشة وعيش بقى براحتك، وما تخافش من موضوع السمنة. لكن الشرط الوحيد علشان حضرتك تحافظ على موضوع السمنة، والسمنة ما تحصلش في الطيور بتاعتك، انك تعمل ايه؟ انك تديهم مكان واسع يتحركوا فيه، مكان شرح وبرح كده، مكان يبقى فيه حرق دهون، مكان يبقى فيه شمس متسلطة 24 ساعة، او يعني طول النهار يعني، ولما الشمس بتغيب بندي إضاءة، يعني مكان بالنسبة للطيور يبقى مكان يسمح بحرق الدهون المستمر. انما حضرتك لو حطيتهم في مكان ضيق، مكان مغلق، مكان مفهوش حركة، هنا انت مجبر تقدم ليهم العلف بكميات معينة، وتقدم ليهم الدشيشة. لا، ما تقدمش ليهم الدشيشة اصلا في الشتاء، ولا الفول، الشامي، ولا اي حاجة، ولا العيش كتير. تقدم ليهم عيش بكميات قليلة، يعني حوالي 50 60 جرام للفرخة الواحدة. تمام. انت مجبر تقدم ليهم الحاجات دي بكميات قليلة. حتى العلف نفسه حضرتك مجبر انك تقدم ليهم العلف بكمية لا تتخطى ال 100 جرام للفرخة الواحدة. كل ده بسبب ان هم موجودين في مكان مغلق، موجودين في مكان مفهوش حركة ومفهوش حرق دهون. فهي دي الوصفة السحرية والخلطة السحرية، والسر ورا ان في ناس كتير فعلا بتأكل الفراخ بتاعتها دشيشة وشامي وعيش، وفراخهم مش بتسمن، فراخهم مش بتقطع بيض. ده بيحصل، بيحصل قدامنا، وبنستغرب، وبتيجي حضرتك تكدبني وتقول ان انا بقول لك معلومات غلط. لا، كل القضية ان هم بيربوا الطيور بتاعتهم في اماكن واسعة، والشمس مسلطة على القطيع بتاعهم. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، واشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ونشوفك على ألف مليون خير في حلقات جديدة على قناة طيور فوق السطح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.